ميسي بطل بالواسطة، ويقولون عند شركة تنظيف تسهل دربه دايما حق يوصل لهدفه. وتاريخ الفيفا يشهد على انه ممكن تصير مثل هاي المؤامرات، لانه طبيعي ان تتغير قوانين عشان يفوز في بطولة او بلندور. السلام عليكم يا جماعة الخير، شكرا شهبكم سقط يرجع لكم صالح زون. واليوم يا جماعة الخير انتم بنفسكم راح تقررون اذا كان ميسي بطل بالواسطة او لا. فعشان كذي لازم اول شيء ننتقل لماضي الفيفا وبعدها نرجع لميسي والارجنتين. ما برجعكم وايد بعيد، بنرجع ل 2015 وهي الفضيحه الاشهر واللي معظمكم يعرفها لان حرفيا كل شيء صار بالتصوير. في هذا العام الشرطه السويسريه اقتحمت فندق اسمه بور او بلاك. طبعا سامحوني المقطع باكر لازم ينزل فانا بستعين بالكتاب. واللي كانوا قاعدين في هاي الفندق هم كبار مسؤولين الفيفا، وكانت هذه قعدتهم السنويه المعتاده. كانوا لازم مره في السنه يتجمعون ويتناقشون عن امور الفيفا. لكن الصدمه لما الشرطه السويسريه تقتحم هاي الفندق عشان تقبض على كبار مسؤولين الفيفا، والسبب تهمه رشاوي وغسيل اموال وبيع حقوق البث لمباريات الكوبا وكاس العالم. وفي وقتها كان رئيس الفيفا بلاتر، وبدأت تطلع فضيحة ورا فضيحة ورا فضيحة اجبرت رئيس الفيفا بلاتر انه يستقيل من منصبه. طبعا في ناس وايد يمكن قاعد يقولون لنا صالح ليش قاعد تتكلم عن فضايح الفيفا وانت موضوعك اساسا عن ميسي بطل بالواسطه، لانهم اثنيناتهم لهم علاقه في بعض. انا قاعد ابين لكم ان الفيفا فيها مشاكل وفيها فساد وفيها مؤامرات، ترى هي مو نظيفه، عشان عقب في الاخير اقدر اقنعكم ان هل ميسي بطل بالواسطه ولا لا. خلونا ننتقل للملف الثاني يا جماعه الخير. هذه الملف يخرع زين. اعتراف من رئيس الفيفا يا جماعه، اعتراف من رئيس الفيفا، والمقابله موجوده بعد. سألوا هل في تلاعب في القرعه؟ يعني واحد يسهلون له الدرب، واحد لا يصعبون له الدرب. ورئيس الفيفا السابق بلاتر عقب ما يعني هو استقال قال ايه في تلاعب وشفته بعيني. ويقول اللي شفته بعيني في البطولات الأوروبية في تلاعب بالكرات الساخنة والكرات الباردة. شلون؟ خلونا نسكر ذي واقول لكم. تخيل معاي ان هني في كور وايد حلوين، انا دخلت يدي، انا ما قاعد اشوفها، انا قاعد شنو؟ انا قاعد اسحب بدون ما اشوف. لكن شنو؟ في كور حارة وكور باردة. الكور الباردة خلهم يتلاقون مع بعض، هذولين عادي. بس ما يصير الكور الحارة اللي تلمسها تكون حارة تخليها تلتقي مع الكور الباردة. ليش؟ لأن في منتخبات تجيب لك فلوس، فاحنا ما نبي كبار المنتخبات او كبار الانديه يتلاقون مع بعض في البدايه ويطلعون، فعشان يصير حماس اكثر وعقب في المستقبل نحصل فلوس اكثر نبي هاي المنتخبات يتلاقون فوق في النص نهائي. فعشان كذي في كور حاره وكور بارده في القرعه. طبعا اذا ما تصدقوني كتبوا مقابله بلاتر مع الصحيفه الارجنتينيه وراح يطلع لكم بالضبط نفس الكلام اللي قلت لكم. ننتقل للملف الثالث. في 2010 وفي السنة اللي تم تحديد 2018 كاس العالم وين بيكون و2022 وين بيكون. طبعا لازم تعرفون شلون البلدة المستضيفة تستضيف كاس العالم بالتصويت، فعقبها اكثر دولة صار لها تصويت هي اللي راح تستضيف كاس العالم. ففي واحد اسمه مايكل غارسيا وهاي يشتغل في الفيفا كان مستغرب من التصويت، يعني شلون قطر وروسيا هو اللي عارفه انه ما حد صوت لهم يعني، او انه في لهم تصويت بس كان خفيف قليل. فهذا الرجال ما سكت وقال حق الفيفا حرفيا انه ترى في شيء غلط، مستحيل روسيا وقطر انهم ما يستضيفون كاس العالم. فبعد مناوشات ومره شنو قالوا للفيفا روح حقق في الموضوع ويجيب لنا تقرير يثبت كلامك. ومايكل غارسيا مشخصنها فراح حرفيا راح حقق في الموضوع وجاب تقرير، وهاي التقرير سلمه للفيفا. قام ياخذ التقرير قال لهم هاي التقرير اللي يثبت ان جميع اللي صوتوا لان انتم يا الفيفا دافعين لهم فلوس حق يصوتون للبلده اللي انتم تبون تستضيفها. فهل ممكن ان الفيفا بعد تدفع فلوس حق تخلي منتخب واللي هو الارجنتين يفوز؟ الحين يا جماعه الخير خلاص خلينا نقط ملفات الفيفا على الصوب، خلي يولون. خلينا نشوف الفيفا وولدها المدلل ميسي. هل الفيفا تنحاز لميسي ولا لا؟ فخلونا ننتقل لرئيس الفيفا. طبعا في واحدة من المقابلات واللي وايد مشهورة واللي يتكلم فيها رئيس الفيفا بلاتر بعد اللي فيهم العيد ويقول انه انا انحاز لميسي بكل صراحة. Pero me gusta ser el jefe de ellos. Y yo prefiero a Messi. ومو بس كذي، يقول عن ميسي انه هو الولد اللي تتمناه كل ام. Lionel Messi es un buen chico. A cada padre, a cada madre le gustaría tenerle en su casa.
Es un hombre amable. Es muy bueno. Un buen tipo. اما كريستيانو يقول عنه انه هو مثل الروبوت. Y el otro es como un comandante sobre el campo. بس طبعا كلنا شفنا رد كريستيانو عقب ايش كثر كان قاسي. الحين انتم بروحكم قولوا لي، هل تحسون بالمنطق ان رئيس الفيفا ينحاز لفريق او للاعب وما ينحاز لشخص، او لازم يكون حيادي؟ عبالكم خلصنا يا جماعه الخير؟ لا الحين التساؤلات، انتم جاوبوني. في 2017 ميسي سب الحكم هلون بالفيديو وبالصوره، موجود الفيديو حتى ما سوى هلون بعد، لا هلون علنيا هلون راح وسب الحكم. وعقب المباراه شنو سووا؟ وقفوا ميسي 4 مباريات. وخل في بالك ان هذه التوقيف صار شنو؟ في تصفيات كاس العالم، حق كاس العالم 2018. والكل يشهد وانا اشهد على ان الارجنتين بدون ميسي ما تسوي شيء، وكلنا تاكدنا ان الفيفا تحب ميسي. فتخيلوا شنو صار، كان مفروض ان ميسي يتوقف 4 مباريات، والفيفا بنفسها قالت ان تصرف ميسي هذه كان تصرف غلط. في تقرير طلع انه تصرف ميسي هاي كان تصرف جدا غلط، لكن رغم ذي كله وان هي اعترفت ان ميسي غلطان الا انها الغت العقوبه. 4 مباريات كلها الغتها. طبعا الكل يتساءل اوف شلون كذي الغوا العقوبه؟ لا كلنا ندري، لان الارجنتين نحتاجها في كاس العالم 2018، فما يصير نكمل عادي كنسلون كاس العالم ترى اذا الارجنتين ما شاركت، يعني عادي عشان ميسي. لا والله تغشموا يا جماعه الخير، تغشموا عشاق ميسي. المهم فانت ابيكم تفسرون لي ليش يعني الغوا العقوبه ل4 ايام رغم ان السب كان موجود وهم اعترفوا ان هاي الشيء غلط، بس شلون الغوها؟ اكيد خوفا ان الارجنتين ما تتاهل لكاس العالم باختصار. المهم يا جماعه الخير ما بطول عليكم، زين خلينا نروح ل 2026 على السريع. كلنا شفنا اللقطه الشهيره اللي صارت في مباراه مصر والارجنتين، لما اللاعب المصري راح وسجل الجول، عقب الغوه قالوا ليش؟ لانه طق اللاعب هناك، ذاك الصوت طقاه في بدايه الملعب هناك اخر شيء الملعب. فاحنا رجعنا للفار واكتشفنا انه لازم نلغي الجول. قلنا حلوي، رجع للفار الرجال وشوف ان اللاعب المصري داسه وكلنا شاهدنا انه داسه والغى الجول. نفس اللعبه في الدقيقة 90 صارت مع اللاعب المصري ولاعب الارجنتين، كان يحاول يطوف كذي داس عليه، خذ الكرة وراحوا انطلقوا وسجلوا جول الارجنتين. رجع للفار حكم اوكي ما عليه، ما جاسه، اقول ما جاسه انزين، بس واضح انه صار شيء. لا وغير ذاك اللاعب اللي بعد صفقوه في الارض، نزلوه في الارض، في بعد ترى لاعب ثاني بعد انسدح في الارض على فكره، مو بس اللي صار في نفس وقت الهجمه انزين. ما نبي شيء، بس حكم ارجع للفار، بس ارجع للفار، تكفى يا حكم ارجع للفار وتاكد خلاص، مو هذه صفر الجول للارجنتين، خلاص احنا راضين. ليش ما رجعت؟ لانه خايف. شنو؟ لانه خاف انه يرجع يطلع فاول حقيقي وبعدها شنو؟ الارجنتين يمكن ما تتاهل. زين الحين خلوني اقول لكم وجهه نظري يا جماعه الخير تجاه هاي الشيء. انا صدق جبت لكم براهين وايد ان الفيفا فساد، وشككتكم يمكن في الموضوع وقلت لكم ان ميسي مدلل الفيفا، وهاي صدق فريق حرفيا هو مدلل الفيفا. بس رايي يقول ان صدق هو ميسي، وطبيعي الحكام بيخافون مثلا يصفرون صفاره غلط على ميسي او يكونون هم سبب انه ما يتاهل منتخب ميسي، لكن انا اقول بعد انه هو صعب هاي كله يكون سيناريو او انه مثلا مخطط له من قبل. فميسي تأهل بحق، لكنه لازم يراجعون نفسهم الحكام وما يخافون من ميسي. عادي يرجع للفار، انا بطيت شبدي ليش ما رجعت للفار في مباراة مصر؟ بس بتقول لي بطولات ميسي والبلندور ماله كله كانوا كله بالغش؟ لا فانت حبيبي ما تفهم. انت اقول لك استمتع بميسي حاليا، لانه حرفيا رغم اني انا من عشاق كريستيانو بس والله ما استمتع وانا اشوف ميسي. وبالراحه هالسنه ميسي احسن من كريستيانو، هالسنه 2026 وليس في السابق، انا اتكلم لكم هالسنه. فوالله استمتع بميسي، اتمنى انه ما يفوز بكاس العالم انزين، عشان ما يقولون عنده 2 كاس عالم وميسي وكريستيانو ما عنده ولا كاس عالم. بس قاعد استمتع فيه والله، حرفيا يقدم اداء خرافي والله العظيم يا جماعه، والله مو طبيعي ميسي. شيء هاي صدق موهبه ما في يعني. المهم يا جماعه الخير لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، واتمنى انكم استمتعتوا في المقطع البسيط اللطيف، ومع السلامه.